امبارح وبعد المباراة ابتدى يظهر على السوشيال ميديا فيديوهات لمحمود كهربا وهو بيبكي، وابتدت تصدر ردود أفعال من بعض الجماهير. ازاي كهربا بيعيط؟ التعاطف مع محمود كهربا، ده كهربا ابننا، ازاي احنا نسيبه يوصل للحالة دي؟ كهربا يقعد في النادي الأهلي طول العمر، احنا مش عايزين منه حاجة، كفاية اللي هو عمله عشاننا، وما إلى ذلك من ردود أفعال مبالغ فيها عاطفية جدا. وعلى النقيض ظهرت برضو بعض ردود الافعال اللي إن كانت قليله حتى، ولكن اللي بتقلل من هذا الشأن، بتقول احنا متعاطفين مع كهربا، ولكن كهربا فنيا يمشي من النادي الاهلي. خلاص النادي الاهلي دلوقتي مش محتاج كهربا، يمشي، ما يقعدش في النادي الاهلي. يقعد في النادي الاهلي ليه؟ انا مش مع لا الراي ده ولا الراي ده لسبب، وهقول ليه انا مش مع الراي ده ومش مع الراي التاني، فهيبان انا مع ايه بالظبط. الراي الاولاني وهو ان احنا مع كهربا وخلاص عاطفيا ويقعد ويعمل اللي هو عايزه وخلاص، مش زعلانين منه وننسى كل اللي فات ونفتح صفحه جديده وبتاع وكلام من ده. وهنا نبقى احنا بنعمل حاجه بنعيب عليها جمهور المنافس، جمهور نادي الزمالك بالمعنى الواضح، اللي هم دايما عندهم قصه اسطوره دي سهله جدا يعني. لا، اللي كان بيلم الكرات في ماتش الاهلي وشال الكرات خلاص بقى اسطوره عندهم. اي حد عنده زيزو، شيكابالا، بن شرقي، بقى جيل الدهبي برغم انه ما خدش بطولات، فاي حد عنده جمهور الزمالك سهل جدا يبقى اسطوره. واحنا بنعيب عليهم الموضوع ده وبنتريق واخدينه ماده للسخريه والهزار والقلش. فلو احنا عملنا نفس او فكرنا بنفس الطريقه، فده يعني انا شايف ان هو بدايه اننا ندخل في سكه مش حلوه خالص، احنا في غنى عن اننا نبقى موجودين فيها. وفي نفس الوقت فكره ان انت تقول انا مش عايز محمود كهربا لان النادي الاهلي خلاص لاعب مش مفيد بالنسبه لي، فانا مش محتاجه. انا عندي اسامه ابو علي دلوقتي لاعب مش مؤثر، لاعب مش محتاجه يمشي. النادي الاهلي ما بقاش على حد وما الى ذلك من هذا الكلام. فده برضه غلط. ليه برضه غلط؟ لان انت كده بتقول حاجه هي مش حقيقيه عن النادي الاهلي، انت كده بترسم صوره هي غير حقيقيه. احنا نادي براجماتي على راي الاستاذ احمد عفيفي، احنا نادي ما بيفكرش بعاطفه، ما بيفكرش بقلب، انا بس بفكر في اللي ليا واللي عليا. وهنا انت عندك يعني هتقع في مشكله كبيره جدا. هو انا مش هجيب لك امثله بعيده، انا مش هقول لك وليد سليمان مثلا اللي قاعد في النادي جدد سنه، فنيا انت مش محتاجه ومش بيشارك، وكنا بنقول ساعتها ان هو دوره في اوضه الملابس واسطوره ولازم يتكرم وخدم النادي الاهلي كتير وضحى عشان النادي الاهلي، وده حقيقي بالمناسبه وانا معاه ما عنديش في ده مشكله. عمرو السوليه اللي جدد السنه دي، انت فنيا محتاج عمرو السوليه في ايه يعني؟ انت جبت يعني في كلام على دلوقتي على محمد بن رمضان، عندك قفشه، عندك امام عاشور، عندك كوكا، عندك اكرم توفيق، عندك لعيبه ناشئين حتى، عندك لعيبه حتى لسه برضو ما تعرفش ايه اللي جاي في الصفقات في الايام اللي جايه. ففنيا انت مش محتاج عمرو السوليه قوي يعني، الراجل برضو كام 30 سنه دلوقتي واصاباته كترت. لو هتتكلم فنيا فانت مش محتاج عمرو السوليه قوي. برضه نفس الكلام قيس على محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده بيصدر منه افعال عمرها ما كانت بتحصل في النادي الاهلي، واحنا بنعديها له كجمهور، بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، وكاداره نفس الكلام، حتى الجهاز الفني الراجل ما بيقعدش لمصطفى شوبير على الدكه بره احتياطي. ليه؟ لان محمد شوبير له رصيد عند رئيس النادي وعند اداره النادي وعند جمهور النادي. محمد الشناوي رفض عروض كتير في اوقات اكتر علشان خاطر ان هو فضل النادي الاهلي بس، ورفض او ضحى بمبالغ ماليه اضعاف الاضعاف. فدي حاجه انت شايلها لمحمد الشناوي. كمان مش بس كده، عندك مثال اخير حاليا، يعني علي معلول. علي معلول الراجل في عز ما كنت بتتفاوض معاه وكان طالب مبلغ مليون ونص دولار تقريبا، وانت بتحاول تنزل معاه ل 700,000، او بتحاول حتى تقول له طب مش هنزل لل 700,000 بس اثبت على الرقم بتاعك مش هزود. هو قال لك بكل احترافيه والله انا حققت بطولات وبخدم النادي وبضحي وبعمل كل حاجه وده من حقي. ووقفت المفاوضات وقتها على ان علي معلول خلاص مش هيكمل مع النادي الاهلي. في خضم هذا الوقت او في ظل هذه المفاوضات اتصاب علي معلول، واتقال وقتها ان اداره النادي هتقف جنب علي معلول ومش هتسيبه ومش هتتخلى عنه ولا هتضحي بيه، وهتعمل معاه موقف مشرف ان الاداره بتشتري اللعيب اللي بيضحي عشانها، وانها هتجدد له العقد بتاعه. في حين انك لو بتفكر فنيا، انت علي معلول انت مش هيشارك معاك السنه دي، او ما شاركش معاك حتى بقيه الموسم اللي فات. زائد انت في نفس المركز رحت اشتريت لاعب تاني اجنبي وبالدولار، خد مكان في القايمه، مكان من 5 اماكن. فانت هنا مش بتفكر بس فنيا، انت مش بتقول لا اللاعب لو مش هيفيدني فنيا بالسلامه يتكل على الله مش عايزه، مش بتفكر في حقي وحقك.
والا يا جماعه لو احنا بنفكر بالطريقه دي، احنا زعلنا ليه من عبد الله السعيد ان هو فضل نادي الزمالك في وقت من الاوقات على النادي الاهلي؟ ما هو نفسه عبد الله قال لك طب ما انت يا اهلي لما بتحب تمشي لعيب وتقول انه مش هيفيدك بتمشيه، ما بتفكرش مرتين. انا كمان بفكر في مصلحتي زي ما انت بتفكر في مصلحتك. ده مش حقيقي، دي صوره لو رسمناها على النادي الاهلي فاحنا كده بنظلم النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيفكر كده. النادي الاهلي اللي بيخدمه مره، النادي الاهلي بيفيده وبيخدمه 10 مرات. لك في كل الامثله اللي انا قلتها وامثله اكتر منها وقدها 10 مرات كتير عبره ومثال. فاذا الموضوع مش موضوع فني بس، ولكن اذا كنت عايز تتكلم عن ان الموضوع فني فكهربا فنيا مش بهذا السوء. كهربا فنيا راجل لحد الموسم اللي فات كان هداف دوري ابطال افريقيا. راجل في عز ما انت كنت محتاجه وفي عز ما كانش عندك مهاجم في النادي الاهلي، كهربا اللي شالك في كل البطولات وكان الهداف بتاعك في كل البطولات. ضيع قد ما ضيع، ولكن الراجل في الاخر هو ليه النهارده مش بيلعب جناح اللي هو المركز الاساسي او الرئيسي بتاعه؟ الراجل ما بيلعبش المركز ده لانه رجع من وقف 6 شهور، وست شهور زيهم ما كانش بيشارك في النادي البرتغالي اللي كان احترف فيه. ومع ذلك الراجل جه ما استخسرش فيك لا جهد ولا مجهود، وعمل معاك وفادك فنيا. هو مش بس كان موجود في القائمه او مشارك في البطولات، لا الراجل كان مساهم بدور كبير جدا في البطولات او في كل البطولات اللي انت شاركت فيها. الراجل كان من اعلى الناس فنيا عندك حتى بكميه الفرص اللي كان بيضيعها. فاذا فنيا كهربا مش بهذا السوء. كهربا ممكن تحتاجه على فترات، هتحتاج كهربا في اوقات كتير. ممكن مش بالضروره ان هو زي وسام وفنيا بيدافع وبيضغط وبيعمل الكلام ده، ولكن ممكن اوقات كتير هتحتاجه ان هو يشارك جنب وسام اصلا في مباريات معينه هيقتضي الامر ذلك. فاذا فكره ان انا مش محتاج كهربا فنيا، لا انت محتاجه فنيا. في حاجه كمان بقى نقطه اخطر، وهي ان انت بترسخها، هو مبدا من مبادئ النادي الاهلي. انت بتقول ايه للناس بعد كده اللي انت عايز تشتريها؟ يعني امام عاشور، تخيل معايا ولنفترض فرضيه ان امام عاشور النهارده لسه انت بتتفاوض معاه لانه يجي النادي الاهلي. وشوف كهربا دلوقتي انت بتتعامل معاه ازاي. ده لاعب ساب نادي الزمالك وساب عروض احتراف وساب كل حاجه وضحى بمبالغ كانت اضعاف من اللي عرضها عليه النادي الاهلي، واختار ان هو يجي النادي الاهلي لانه بيحب النادي الاهلي. وعمل كل اللي عمله وتحدى جمهور كبير زي جمهور الزمالك، ووقف مع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي حبه. فانت بتقول ايه دلوقتي؟ بتضرب مثل ايه للاعيبه اللي انت ممكن تتفاوض معاهم في المستقبل؟ انت عايز دلوقتي جمهور الزمالك يقول لك هو ده يا عم الاهلي، هو ده اللي بيفرط في لعيبته، هو ده اللي مجرد ما لاعب وقع فنيا او حصل مشكله بقى اللاعب في ثانيه. انت بتضرب مثل لاي لعيب دلوقتي انت ممكن تروح تتفاوض معاه يفكر بدل المره 10000 مره. امام نفسه اللي موجود في الفرقه دلوقتي يقول لك انا في يوم من الايام اكيد مستواي هينزل، ما اكيد ممكن اعمل مشكله مع الاداره. هل هيحتووني؟ هل حد هيحاول يقومني؟ ولا اول حاجه يفكروا فيها يقول لك احنا ما بيهمناش حد وامشي اطلع بره وبتاع؟ فدي برضو مبدا برضو انت محتاج ترسخه. ليه انت مش بتيجي على النادي؟ بالعكس انت بتصلح الصوره اللي ممكن تغلط فيها في حق النادي وانت مش واخد بالك. الموضوع مش بس فنيا، بدليل ان احنا بنعمله مع امثله زي اللي انا ذكرتها. الموضوع حتى لو فنيا فكهربا انت محتاجه فنيا. في اخطاء من اللاعب، في مشكله مع اداره، في مشكله مع مدرب. ده مش بس مع كهربا حاليا، ده مع لعيبه كتير، مع قفشه، مع احمد عبد القادر في وقت من الاوقات، مع اكرم توفيق اللي كان في وقت من الاوقات كولر بيقول لك مش عايزه. فاذا كل الامور ممكن تتحل، لكن بعيدا عن ان انت تقول انا مش عايز اللاعب ده لمجرد انه ما عادش هيفيد. دي كانت وجهه نظري باختصار مبسط جدا على قد ما اقدر في هذا الموضوع يعني. بس كده، والف مبروك للدوري متعودين عليه النادي الاهلي، وربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله في الموسم اللي جاي. كميه بطولات داخلين عليها هتبقى صعبه ولكن الاهلي قدها ان شاء الله باذن الله. بس كده، ده كان كل اللي عندي وشكرا.